ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ واهلا بيكم في اهم فيديو بالنسبه لي انا هعمله في الشانل النهارده عندي، لان الفيديو ده هو يمكن الفيديو اللي احنا هنستنى عليه سنه علشان نشوف كلامي ده هيطلع صح ولا لا. بس انا بقول لكم بنسبه 80% من كل حاجه انا هحكيها لكم عن فيلم افنجرز دومز داي اللي هينزل 18 ديسمبر 2026 ان كل اللي احنا هنقوله ده هو اللي هيحصل في الفيلم. طيب ناس كتير قوي ما كانتش تعرف ايه اللي ممكن يحصل في الفيلم. احنا لحد دلوقتي شفنا تيزر تريلر في كابتن امريكا، شفنا في تيزر تريلر موجود في ثور، ولحد دلوقتي في 2 تيزر تريلرز هينزلوا، ولحد دلوقتي احنا ما نعرفش اي حاجه عن الفيلم غير ان روبرت داوني جونيور هيرجع كدكتور فان دوم. طيب ركزوا بقى معايا في الجزء اللي جاي ده، علشان الجزء اللي جاي ده هو اهم جزء في الفيديو ده كله. الجزء ده احنا مش هنتكلم عن الليكس، الحاجات الاوفيشال اللي احنا شفناها، لا احنا هنجمع كل الحاجات اللي احنا شفناها عن الفيلم وهنبني قصه مع بعض، واحكي لكم افنجرز دومز داي ممكن يمشي ازاي. اولا طبعا الفيلم اسمه افنجرز دومز داي افنجرز، بس انا من رايي انا شايف ان الفيلم مش هيبدا بافنجرز اصلا، هيبدا بدكتور فيكتور فان دوم وهو في عالم ايرث 828. وطبعا فيكتور فان دوم اللي احنا نعرفه دي كانت اوفيشال وحاجه احنا نعرفها ان هو توني ستارك، فاريانت من توني ستارك، يعني جزء من توني ستارك بس في مالتي فيرس تاني في اللي هو الايرث 828 اللي كان فيه الفانتاستيك فور. طبعا احنا عارفين او لسه ما نعرفش، بس احنا هنشوف ان فيكتور فان دوم كان صاحب ل ريد ريتشز، كان هم اصحاب من زمان ولكن كل واحد خد طريقه. ريد ريتشاردز بيؤمن بالحرية وشايف ان هو لازم يبقى بطل بالنسبة للعالم اللي هو فيه، وفيكتور فان دوم سافر عوالم تانية، شاف عوالم بتنهار بتتبهدل علشان الافنجرز او الهيروز اللي موجودين في العالم ده فاكرين ان هم بيعملوا الصح، ولكن هم بيعملوا حاجة اسمها انكيرجنز. وساعتها فيكتور فان دوم قرر ان هو يحمي العوالم دي كلها والمالتي فيرسز دي كلها بنفسه، لان هو شايف زي ما توني ستارك شايف بالظبط، شايف ان هو يقدر يحل المشاكل دي بنفسه. ورجع بعد كده لإيرث 828، وده اللي احنا شفناه في الكريدت سينز بتاعه فانتاستيك فور، ان فيكتور فان دوم كان واقف عادي بكل سهوله في الباكستر بيلدينج وعرف يدخل الباكستر بيلدينج بكل سهوله، واقف مع فرانكلين ريتشاردز اللي هو الطفل الصغير جنب سو ستورم. طب ايه اللي خلاه يرجع؟ مش هو كان مختفي؟ مش احنا شفنا برضو في الفيلم ان الكرسي بتاع لاتفيريا اللي هو المفروض اصلا فيكتور فان دوم بيبقى قاعد فيه مش موجود، لان هو كان مسافر، هو كان في مالتي فيرس تاني خالص. بس ايه اللي خلاه يرجع؟ اللي خلاه يرجع ان هو شاف طفل اسمه فرانكلين ريتشاردز عنده قوة خارقة، قوة مفيش كائن في المالتيفيرس ده كله عنده القوة دي. كون ان هو طفل صغير يوقف جالاكتس بنفسه وكمان يرجع سو ستورم للحياة، دي حاجة هو جننته. قال انا لازم الطفل ده احتاجه معايا في المهمة اللي انا بعملها دي دلوقتي. عشان كده قرر يرجع بكل سهولة وطلب من الفانتاستيك فور ان هم يساعدوه في المهمة اللي هو بيعملها، ولكن كلهم رفضوا. وساعتها قرر يخطف فرانكلين ريتشاردز وقرر ان هو ياخده معاه ويسافر لمالتي فيرس تاني. وساعتها فانتاستيك فور قعدوا يحاولوا، طبعا هيحصل بقى حرب ما بينهم هما الاثنين، وحاولوا يوقفوه ولكن فشلوا وما عرفوش حتى يجروا وراه، لان مفيش اي سفينه تانية غير سفينه الفانتاستيك فور اللي هو خدها اصلا وخد فيها فرانكلين ريتشاردز وسافر بيها على ايرث 616. ده الارث او ده المالتيفيرس اللي احنا عارفينه اللي فيه الافنجرز. وساعتها شفنا الكريدت سينز بتاعت ثاندر بولتس وهم واقفين بيتفرجوا على سفينه F4 داخله الكوكب عندهم وداخله الارث عندهم. طبعا هم استغربوا ايه السفينه دي، السفينه دي جايه منين؟ والناس كلها كانت فاكره ان السفينه دي عليها فانتاستيك فور اصلا، ولكن لا، هي كان فيها فيكتور فان دوم هيطلع منها بكل سهوله. ولحد دلوقتي طبعا هو لسه بالماسك بتاعه، محدش يعرف مين ده، وهو جاي بيقول لهم ان العالم بتاعكم هيتدمر في ثانيه دلوقتي، انا جاي انقذكم وتعالوا معايا دلوقتي ساعدوني. طبعا هم ما صدقوش بحاجه زي كده، وهنا هتبدا الحرب ما بينه وما بين النيو افنجرز اللي هم ثاندر بولتس، مش الافنجرز اللي احنا نعرفهم اللي هو بتاع سام ويلسون كابتن امريكا. ساعتها الحرب دي اللي ما بينهم دي هتبدا تقوى لحد ما الثاندر بولتس ده بكل سهوله هيقعوا وهيخسروا الفايت اللي ما بينهم وما بين فيكتور فان دوم. وساعتها فيكتور فان دوم بيتكلم مع سام ويلسون كابتن امريكا وبيقول له ان مصيبه العالم اللي بتتدمر دي كلها هي الاطفال. عندك 4 اطفال هم المصيبه الرسميه اللي موجوده دلوقتي في الانكيرجنز اللي عماله بتحصل دي، وهم لاف اللي هي بنت ثور، وسكار ابن هالك، وبيلي ماكسيموف ابن واندا ماكسيموف،
واخيرا وليس اخرا فرانكلين ريتشاردز ابن الفانتاستيك فور، وبيقول له ان احنا الاربع اطفال دول لازم 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 نشيلهم من على وجه الارض، علشان دول وجودهم هيدمر المستقبل. طبعا سام ويلسون اول ما يسمع حاجه زي كده كابتن امريكا هيقول له انت ما فيش اطفال هتيجي تاخدها من هنا، وما فيش حد هتيجي تهوب ناحيته. والاطفال دي على فكره يا جماعه بالنسبه لافنجرز دومزداي عامله زي بالظبط الانفينيتي ستونز بتاعت ثانوس اللي هو كان بيدور عليها. ثانوس كان عمال بيدور على الانفينيتي ستونز وبيجمع واحد واحد، نفس اللي هيحصل بالظبط مع دومزداي مع فيكتور فان دوم، بس هو هيدور على الاطفال دي، لان الاطفال دي هو اللي هو هيحتاجهم اصلا عشان يبني بيهم العالم اللي هو عايز يبنيه، العالم الهايل اللي ما فيهوش غلطه، العالم البيرفكت، وهو ده اللي اسمه باتل وورلد. بس احنا هنرجع لباتل وورلد دي في اخر الفيديو، لان ده مش وقته دلوقتي. احنا بنتكلم عن افنجرز دومزداي، لان باتل وورلد دي هتظهر في سيكريت وورز مش دلوقتي، وساعتها طبعا بتبدا الحرب ما بين افنجرز وفيكتور فان دوم، لحد ما فيكتور فان دوم بيفتح مالتيفيرس تاني وبيدخل الاتنين على بعض، بيدخل الاكسمن. اكسمن فجأة بيدخلوا من عالم تاني، عالم الاكسمن، عالم فوكس اكسمن، هيدخلوا لعالم ايرث 616. وطبعا الاكسمن اول ما يجوا يدخلوا في العالم ده هيكتشفوا ان الافنجرز دول اصلا بيدمروا المالتيفيرس، عمالين يعملوا انكيرجنز ورا انكيرجنز، ويرجعوا بالزمن ويروحوا يغيروا حاجات ويقوموا راجعين تاني بالوقت دلوقتي. فهم شايفين الاكسمن شايفين ان هم بيدمروا المالتيفيرس. ساعتها هيبدأ اهم واقوى حرب احنا كلنا كنا مستنيينها من زمان، وهي افنجرز فيرسز اكس-مان. افنجرز ضد اكس-مان، هو ده الحرب اللي احنا هنشوفها في الفيلم. دي واحده من اقوى السينز اللي احنا هنشوفها، هتكون حرب منهم جميله جدا. ولكن طبعا في الاخر خالص اللي هيكسب هو فيكتور فان دوم، ولا الاكس-مان ولا افنجرز، لان فيكتور فان دوم عايز كاوس، عايز بهدله تحصل ما بينهم هما الاثنين، علشان يعرف بعد كده يعمل الخطه بتاعته ويسرق الاطفال. وفعلا بالفعل بيسرق الاطفال دول وبيهرب بعد كده على ايرث تاني، الا وهو المالتيفيرس الجديد اللي اتفتح من لا شيء. اللي اتفتح من مين؟ من ستيف روجرز. ستيف روجرز كابتن امريكا. في نهاية فيلم افنجرز اند جيم ستيف روجرز بيرجع بالزمن لورا لباجي كارتر، وبيقرر ان هو يعيش معاها وما يرجعش تاني، وانت كده بتدمر المالتيفيرس. وده فعلا اللي هيحصل ما بين فيكتور فان دوم وكابتن امريكا. هيحصل فيس اوف ما بينهم، هما الاثنين هيقابلوا بعض، وفيكتور فان دوم هيروح له العالم بتاعه ويقف معاه. طبعا كابتن امريكا عمل انكيرجن كبيره جدا، الا وهي الطفل اللي اتولد من كابتن امريكا ده اصلا حاجه غير بره عن الطبيعه، غير الطبيعه خالص. يعني الطفل ده اصلا مشكله، الطفل ده هو الانكيرجن ذات نفسها، هو المصيبه اللي هتدمر المالتيفيرس كلها. المالتيفيرس عمال بيكولابس كله مع بعضه، وطبعا الطفل ده هو المشكله الاساسيه. وطبعا فيكتور فان دوم بيحاول ياخد الطفل ده من كابتن امريكا او من ستيف روجرز، وستيف روجرز بيقرر ساعتها يرجع ككابتن امريكا تاني ويحارب فيكتور فان دوم. الناحية التانية بقى نقلب لسين تانية خالص ومقطع تاني خالص، ألا وهو افنجرز، فريق افنجرز كله وهم بيدوروا على فيكتور فان دوم، لأن فيكتور فان دوم اختفى ومش عارفين هو فين، وعارفين ان هو هيدمر حاجات كتير، وعمالين بيدوروا عليه. وفجأة يكتشفوا العالم اللي هو جاي منه Earth 828، ويقرروا يروحوا للعالم ده ويلاقوا الفانتاستيك فور قاعدين ومش عارفين يعملوا ايه ومستغربين من اللي بيحصل. وطبعا ساعتها افنجرز بياخدوا ريد ريتشاردز وبياخدوا بياخدوا فانتاستيك فور كلهم معاه، وبعد كده بيروحوا يدوروا على فيكتور فان دوم. وفجأة بيلاقوه فين؟ بيلاقوه في عالم او في الوقت الزمني بتاع كابتن امريكا، وهو قاعد مع باجي كارتر ومع ابنه. وهناك بتبدأ الحرب الكبيرة جدا ما بينهم كلهم. اكس-مان شافوا ان افنجرز دلوقتي بيعملوا الصح، وشافوا ان افنجرز دلوقتي بيحاولوا يحاربوا فيكتور فان دوم، لان فيكتور فان دوم هو المشكلة الأساسية. واكس-مان بيبقوا مع افنجرز وبيروحوا يحاربوا فيكتور فان دوم هناك. المشكلة بقى ان في وفيات كتيرة قوي هتحصل في الفيلم ده، في ناس كتير جدا وشخصيات كتير جدا هتموت في الفيلم ده. دي حاجة لازم تخلوا بالكم منها، علشان دي هتوجعنا جدا بالنسبة لنا احنا. يعني هينهوا اصلا السبب الوحيد ان هم بيعملوا الفيلمين ده افنجرز دومزداي وسيكريت وورز، ان هم بيعملوا حاجة اسمها ريبوت.
ريبوت ده اللي هو بيمسحوا كل حاجه من اول وجديد وبيبداوا حاجات جديده، الا وهي اليونج افنجرز. اليونج افنجرز دول هم مين؟ هم الاطفال اللي هيكبروا وهيبقوا الشخصيات الاساسيه اللي احنا هنشوفهم بعد كده. وطبعا نرجع بقى للسين بتاعت كابتن امريكا او بتاعت ستيف روجرز وهو واقف مع توني ستارك، لان ساعتها فيكتور فان دوم هيقلع الماسك ويريفيل نفسه ان هو توني ستارك، ودي هتبقى الصدمة الكبيرة جدا اللي هتحصل ما بينهم هما الاتنين. والحرب بعد كده هتبدأ ما بين فيكتور فان دوم وما بين ستيف روجرز، وطبعا افنجرز واكس مان كلهم هيجوا، وهتبقى حرب كبيرة جدا ما بينهم كلهم مع بعض. ولكن المشكلة الأساسية اللي هتحصل والمصيبة هي البتريل، هي الخيانة. خيانة غريبة جدا هتحصل من مين؟ من دكتور سترينج. ايوه زي ما انا بقوله كده بالظبط، دكتور سترينج هيخون افنجرز وهيخون اكس مان وهيخون الناس دي كلها، وهيمشي ورا كلام فيكتور فان دوم. ليه؟ لان دكتور سترينج شاف الانكرجنز وشاف ان فعلا الاطفال دي هي السبب الرئيسي في الانكرجنز اللي عماله بتحصل دي، والبلاوي اللي عماله بتحصل، والمالتي فيرس ان هو هيكولابس، والمالتي فيرس ان هو هيتدمر، وعارف ان كلام فيكتور فان دوم صح، فعشان كده هيمشي وراه وهيبقى معاه في اللي بيحصل ده دلوقتي. هيبقى فجأة هتلاقوا بتريل، هتلاقوا خيانة بتحصل، ودكتور سترينج بيقف مع فيكتور فان دوم. وهنا بقى تبدأ النهاية، الكل بيخسر والاكوان كلها، الكواكب دي كلها، المالتيفيرسز دي كلها بتتدمر وبتكولابس كلها مع بعض، وكل حاجة بتنتهي. وفجأة طبعا نهاية الفيلم ده هتبقى نهاية هتوجع القلب جدا، لان زي ما احنا عارفين افنجرز انفينيتي وور كلهم خسروا وانتهت بنهاية الناس قاعدة عمالة بتعمل كده، هو ايه اللي حصل ده؟ كل الهيروز اللي احنا شفناهم دول ماتوا؟ ايه اللي حصل ده؟ وده نفس بالظبط اللي هيحصل في افنجرز دومز داي. اما بقى افنجرز اند جيم وافنجرز سيكريت وورز فدي الفيلم اللي هيكسبوا فيها. يعني طبعا احنا اول فيلم هو الفيلم اللي الافنجرز والهيروز كلهم بيخسروا، وفيلم افنجرز سيكريت وورز هو يعني الفيلم اللي بيكسبوا بقى فيه. وده بالظبط اللي هيحصل في افنجرز سيكريت وورز، لان افنجرز دومز داي هينتهي بدومز داي، هينتهي بنهاية مدمرة. فيكتور فان دوم هيكتشف ان لوكي هو اللي ماسك البرانشز كلها بتاعت المالتيفيرس، وهيروح للشجرة بتاعت يجدرازيل اللي هو لوكي قاعد عليها وماسك البرانشز كلها بتاعة المالتيفيرس. وساعتها فيكتور فان دوم هيحارب لوكي وهيقتله وهيموته وهياخد منه المالتيفيرس ده كله علشان يبني حاجة اسمها باتل وورلد. ودي المنظر الوحيد اللي احنا هنشوفه في نهاية فيلم افنجرز دومز داي، هنشوف باتل وورلد لأول مرة. وإيه هو باتل وورلد؟ فهو كوكب أو عالم أو يونيفرس جديد هيبنيه فيكتور فان دوم، وهو العالم المثالي بالنسبة له، العالم اللي ما فيهوش انكرجنز، العالم اللي مهما في ده تدميرات عمالة بتحصل هو مش هيغير فيها حاجة وهيسيب كل حاجة تحصل زي ما تحصل. وده اللي احنا هنشوفه في سيكريت وورز، كمية حروب هنشوفها وكمية شخصيات دارك هنشوفها. لان ما تنسوش حاجة مهمة قوي لازم تعرفوها، ان كابتن امريكا وقت ما رجع بالزمن لورا هو ما رجعش تاني للمستقبل، هو فضل ورا. وده معناها ايه؟ ان ستيف روجرز الحقيقي لسه متجمد فين؟ في الماضي. يعني هو وقت ستيف روجرز ما رجع في الماضي، المفروض اصلا في الماضي هو متجمد وهيفضل متجمد لحد ما يرجع تاني ويطلعوه من التلج اللي هو فيه دوت ويبقى تبع الافنجرز والكلام ده كله. ستيف روجرز لما رجع بالزمن لورا وفضل ورا كده، انت عندك 2 ستيف روجرز موجودين في نفس اليونيفرس، الاتنين ماشيين في نفس الطريق، بس ده هيخلي ان في برانش جديد هيتعمل. والبرانش الجديد ده معناه حاجة واحدة بس، ان ممكن اللي احنا كنا متوقعينه يحصل. وايه هو؟ ان فيكتور فان دوم يعرف موضوع ان ستيف روجرز لسه متجمد ويروح يطلعه من التلج ده ويجنده ويخليه معاه ويتحول لكابتن هايدرا. ومين هو كابتن هايدرا؟ هو فاريانت جديد او فاريشن جديدة من كابتن امريكا كنا نعرفها في الكوميكس، وهو كابتن هايدرا لما هايدرا جندته وبقى قائد هايدرا. طبعا كل ده احنا لسه ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل بالظبط، بس ده
يعني اللي انا بخمنه او ده اللي انا متوقعه من كل اللي احنا شفناه. في حاجات انا متاكد منها 100% هتحصل، في حاجات لسه مش 100%. اللي انا متاكد منه ان دكتور سترينج 100% هيبقى شايف ان فيكتور فان دوم عنده حق، و100% هيبقى معاه، و100% هيحصل حاجه زي مشهد خيانه. ومشهد الخيانه ده اللي هو هيوقفنا كده في السينما وهنبقى عاملين كده مش مصدقين نفسنا ايه اللي بيحصل ده. عايزكم تبقوا تقولوا لي بقى رايكم في الكومنتس عن فيلم افنجرز دومزداي. شايفين ان ايه اللي ممكن يحصل من الحاجات اللي انا بحكيها لكم دي؟ ولو عندكم افكار لحاجات انتم متوقعين ممكن تحصل يبقوا اكتبوها لي في الكومنتس عشان انا بقرا كل حاجه. وما تنسوش زي ما انتم شايفين ده الهودي بتاع نو اسينشلز انا لابسه، هو ده نفس اللون او ده اللون بتاع افنجرز دومزداي. طبعا ده معمول مخصوص بنفس الوان ودرجات افنجرز دومزداي. فلو عايزين الهودي ده يبقوا روحوا على noessentials.com ويبقوا لكم واحد، لانه واحد من احلى الهوديز اللي انا برتاح فيهم بصراحه. هو اوفر سايزد ومريح جدا، وبيجي معاه كمان البنطلون بتاعه اللي هو السات. اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده. قولوا لي في الكومنتس ايه رايكم في افنجرز دومزداي ومتوقعين ايه في الفيلم. اشوفكم في فيديو جديد و see you later.